صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 3 من البتروف ديفense أو دفاع بتروف أو الدفاع الروسي. بيبدأ لما الخصم بيلعب الإي 4 إي 5 من حضراتنا نايت اف 3 وإذ كأنها لعبة عادية، إذا كأنه يكمل أسباني أو إيطالي، لكن إحنا مش بنحمي البيدق وبنهدد البيدق بتاعه زي ما هو بيهدد البيدق بتاعنا. بياكل وإحنا بنكرش الحصان، بيرجع بنقول له ادينا البيدق بتاعنا تاني. يمكن في الحلقة اللي فاتت خدنا هذا النايت وما يعرف بان اسمه نيمزوفيتش اتاك، وكان طبعا هو بياكل بهذا البيدق عشان عايز يبيت طويل. لكن النهارده معادنا مع تفريع تاني ولعبة تانية، انه يجيب وزيره للإيتو وما يعرف باسم الكوزيو اتاك. ما ينفعش احمي طبعا كده، اللي هيزيح عليا والنايت هخسره. اللعبة الوحيدة اللي متاحة ليا كوين اي 7، وبحمي النايت وبفك الرابطة في نفس الوقت. ده يعني هذا الوزير هو اللي بيحل المشكلتين دول. بيزيح على النايت بتاعي تاني، برجع النايت بتاعي في منتهى الهدوء. وهنا نحن أمام مفارق طرق. 80% من الحالات بيشوب جي 5 بيربط النايت، بناخد وهو بيستعيد. هو طبعا بيطور قطعة، عايزك انت اللي تكسر عشان يكسب عليك انتشار أسرع. بطور البيشوب بتاعي، يطور النايت، ألعب السي 6. فكرة ان انت النايت بتاعك ده مش عايزه يبقى له مستقبل، يعني لا تيجي هنا ولا يجي هنا، انا عايز اقلل المستقبل بتاعه. فكرة منطقية. الأستاذ بيبيت، النايت بتاعي عايز أطوره عن طريق نقلة تانية، إني أجيبه للسي 7. ده الخط الرئيسي يعني، عشان الهدف من القصة ديت لما هو بياكل حضرتك بتاكل الأول بكش، بيستعيد، بتحاول توصل الخاخ ببعض، تيجي بالنايت بتاعك بقى بتتحدى النايت بتاعه عشان لما ياكل تستعيد قطعتك وتبقى طورت قطعة. لعل هذا هو الخط الرئيسي في هذا الكوزيو. طبعا شكل مش محتاج اقولك ان هو تعادلي، لو زح هنرجع، لو فتحنا الانجن افضلية طفيفة له 2/10 ولا حاجة. وده الخط الرئيسي في هذا الكوزيو. طيب طبعا انت قلنا بتكسر وزرة، خلاص يعني كسرت وزرة وفي قطع كتير اتبدلت، فالماتش بيفقد جزء كبير من السخونة بتاعته والفرص الهجومية. بيعتمد بقى ان اللي هيقدر يعمل تفوق بسيط في الاند جيم. ولكن هذا الشكل تعادلي، لو حضرتك وخصمك متمكنين من حته الاند جيم هيكون الوضع تعادليا جدا. لكن بالنسبه للمستويات اللي اقل فطبعا يعني هناك الكثير من الاخطاء وان اكيورسيز بتحصل. طيب فمش هيبقى شكل تعادلي بسهوله ولا حاجه يعني. تعالى نرجع من البدايه ونناقش خط تاني في نفس الكوزيو اتاك. نعيد النقلات بتاعتنا عشان بعد ما هو بياكل الكوين طبعا قلنا لازم نحمي، دي النقله الوحيده اللي عندنا. لعله يفكر يلعب لعبه تانية بعد الدي 4. انا طبعا بزيح النايت بتاعي. كل اللي فات شفنا بعد البيشوب جي 5. طب بلاش البيشوب جي 5، عايزين فكره تانية. ماذا لو طور النايت بتاعه؟ هتهمل حضرتك ايه؟ في الحالة دي انا هاكل بقى، يقول لي وماله، انا هستعيد تطوير قطعه برضو. طور البيشوب يبيت، انا ابيت، البيشوب يربط النايت. يربطه في ايه؟ ما هو يعني النايت بتاعنا البيشوب بيحميه ومفيش ادنى مشكله خالص يعني. المهم سي 6 من عند حضرتي برضو نفس الكلام، ما تجيبش هذا النايت هنا ولا هنا، نحاول نقلل فرصته التطوريه. وفي نفس الوقت هنطور النايت بتاعنا زي المره اللي فاتت. الرخ تاتي في هذا العمود، البيشوب يمشي، البيشوب يمشي، الرخ تشاركها على العمود بتاع الاي. البيشوب بتاعي بطوره، النايت يهدد البيشوب، طبيعي هسحب البيشوب، يبدأ ياخد مساحة بالاي 3، ممكن تسمح له بالبي 4 او برضه بيقلل قدرة قطعي على الانتشار. هسحب البيشوب التاني وبفتح للرخ، الرخ تأتي في هذا العمود بتاع الدي. لا توجد أفكار يعني تدعو للقلق لا منك ولا منه، أفضلية طفيفة تصل 1/10 له، يعني الوضع تعادلي برضه. طيب تعال نرجع بالبداية ونشوف فكرة تانية عشان نعيد نقلاتنا بسرعة. الوزير، النايت بيمشي، عنده خيار تاني لعله ياكل على طول. طب ما انا هستعيد وطورت قطعة، انا سابقك في التطور كده، مش الافضل بيطور النايت برضو سي 3 من عند حضرتي؟ نفس الافكار. النايت طورنا المرة دي بيدعم اخوه، يبيت،
وضع تعادلي جدا. الرخ تشارك على العمود، افكارك سهلة وبسيطة. النايت بينزل وبيضغط على البيدق، بس النايت لحد دلوقتي النايت بتاعه حامل بيدق. دنيا لا يوجد فيها ما يقلق على الإطلاق. دي متهيألي أهم الحاجات اللي ممكن هتقابلها في الكوزيو. نرجع من البداية عشان في فكرة كده بسيطة عايز أناقشك فيها، وهي مش شائعة قوي، بس هنغطيها برضو. نعيد النقلات بالراحة كده وسريعا وكل حاجة. كل اللي فات خدنا الوزير بتاعه يروح للإي 2. ماذا لو الراجل لعب الدي 3؟ لعبة نسبتها مش عالية الحقيقة، بس نبقى فاهمينها، تعرف باسم الفرنش اتاك. طيب يا عم، هشيل النايت بتاعي. الخط الرئيسي له انه بيلعب الدي 4. الخط الرئيسي اللي هي دي 5. الخط الرئيسي اتفرج بقى على الجمال، عشان في بيشوب دي 3، بيشوب دي 6. ايه ده؟ شبه بعض بالملي. هبايت، انا كمان هبايت. بيشوب جي 5، بيشوب جي 4. ده انت شخصيه يعني، هو ده الخط الرئيسي يعني. شوفوا برضو وهوريك بعض التفريعات. نايت بي دي 2، نايت بي دي 7، سي 3، سي 6. مفيش شخصيه خالص؟ لا مفيش. يستمر بقى، يعني انت متخيل بقى تستمر. الراجل عايز طبعا، هدفك انت في القصه ديت، او هدف هو بالقطعه البيضاء، هو عايز يعمل ما يعرف باسم الامبالانس. يعني ايه؟ يعني عدم اتزان. مضمون الدنيا موزونه كده على الجرام. انا يعني عايز اعمل تغيير، عايز اعمل حاجه. يسحب البيشوب، اسحب البيشوب. ياكل، ممكن بقى هنا نغير احنا بقى. ياكل، نغير بقى تغييرات بقى. طبعا وضع تعادلي للغايه. بس تعالى نرجع من البدايه واوريك خط تاني في القصه ديت. بتاكل، امشي يا نايت. النايت يزيح. كل اللي فات النايت بتاعك رجع وهو زاح الدي 4. هنقول هنقلده، او تعالوا نشوف بلاش الدي 4. عندك حاجه تانية تعملها يا عم غير الدي 4؟ لعله يديك هذه الكش متاح. هغطي البيشوب. ده احنا رحنا الخط اللي فات، اول خط خدناه في الكوزيو النهارده هو. لو لعب هذا الامر هو بنفس النقلات بتاعك، هتطور النايت بتاعك توديه للسي 7 بعد كده. نفس الافكار. تاكل، يستعيد، تاكل، يستعيد. الملك، النايت لو اكل بستعيد بتطوير البيشوب. ده الخط اللي لسه شفناه من دقايق، فاكره؟ هو بالملي. تعالوا نجيب فكرة تانية بقى. لزوم الصحصحة. برضو الأستاذ دي 3. طيب تعال نقول إن أنا هرجع بالنايت وهيلعب الدي 4 برضو. عندك فكرة تانية يا عم؟ أنا لا، هلعب الدي 5. طيب هو البيشوب بتاعنا كنت بقلده. ما تجيب لنا فكرة تانية، بلاش البيشوب ده. العب سي 4 مثلا. هعمل ايه في الحالة دي؟ بسيط، هديك كش. هغطي، هبايت، طور البيشوب، اكل، يستعيد. البيشوب يربط النايت. بقيت رابط جزء الحصانه بتوعه. لا بس هو بايت في حصان منه متفك من الربط. ماشي. اطور النايت بتاعي. البيشوب يقدم مزيد من الدعم للبيدق. يعني هذا البيدق لما انا ضغطت عليه كده، ما هو النايت مربوط. ماشي. الرخ تأتي بهذا الشكل. البيشوب يرجع يفك الرابطة بقى. لو هو ممكن بقى ياكل، يعمل اللي هو عايز يعمله. يعني لعل هو ياكل وانا طبعا هستعيد. وهذا الخط تعادلي بامتياز. تعال نرجع من البداية وناخد فكرة تانية مع هذا الهجوم الفرنسي. ولو ان الخط تعادلي مش هجومي ولا حاجة. باكل وهو بيلعب الدي 3. طبيعي هرجع النايت لو لعب الدي 4 وانا لعبت على طول. البيشوب ماشي. تعال نطور البيشوب وتعالى الراجل يفكر في حاجة تانية يحاول يعمل بيها حالة عدم اتزان شوية. لعله يديني كاش. طب ما انا هغطي. ممكن اغطي بالبيشوب مكان الوزير برضو. ينزل بالنايت، ادعم. لو اكل استعيد بالبيدق. وما كسرناش وزراء يا عم اهو. الرخ بتاعتي جبتها في عمود مفتوح. الراجل بايت. يعتبر دوت شكل وتفريع جديد. الدي 3 الحق يقال، يعني لو عدنا نقلتنا كده بتتلعب كتير. اقول لك نسبتها كام عشان ايه؟ ده الكوزيو اللي خدناه. لكن الدي 3 بتتلعب قد ايه بقى؟ الكوزيو نفسه مش بيتلعب كتير. الكوزيو نفسه بيتلعب في 9% من الحالات بس. لكن الدي 3 4% من الحالات، يعني عدد اقل بكتير. ولكن لعلنا لو ما كناش فتحناها كنت ممكن تتفاجئ، تتخض، تقول هي عادي عايزه منها ليه؟ لا، ده تفريع موجود وله اسم وله قصه. اتمنى تكون
استفدت من الحلقة بتاعت النهاردة. أتمنى نكون احنا يعني أنا لما قدمت لك نوع مختلف من النقلات وتفريعات مختلفة دوت مش عشان خاطر تحفظ أكتر، لأ، عشان يبقى عندك ليونة في فهم الخطوط. هي دي ايه الخطوط المتاحة بالنسبة لي، ايه الحاجات اللي عندي، ايه الأفكار اللي عندي. تمام. يعني انت مجرد ما تشوف الفيديو مرة واتنين هتلاقي الدنيا أصبحت عندك فهم مرن للخط. ده المفروض يبقى عندك، لأن انت لو انت حافظ نقلات مثاليه لعل اللي قدامك مش حافظ من نقلات مثاليه، فلازم يكون عندك نوع من المرونه في فهم هو الموضوع بيتكلم عن ايه. اتمنى تكون استفدت، اتمنى تكون استمتعت بهذه الحلقه. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسله، واشوفك الحلقه الجايه على خير، وسلام.